والله ما ادري، مديك عادي تحفظه وترسله لي في الواتس. ارسله عادي يعني بالملف زي ما هو كده؟ خلاص ماشي، بعد ما اخلص معاك ونخلص الرسم ارسلك الملف. انا ممكن ارسل اي من السوليد نفسه تحفظه وترسله لي بس. حاضر ماشي، ما اخلص الشرح وارجع بعد فتره. تمام ما عندك مشكله. خلاص يلا انا بقفل التسجيل. طيب ركز معايا. يلا بسم الله. المفروض ان انا دلوقتي عايز ارسم الشكل ده، وانا جيت قلت لك ان الشكل ده عباره عن تحت كانت كام، تمام؟ ايوه بعد كده فوق اسطوانه صغيره اهيت، تمام، ونازل منها اسطوانه نزلت على شكل دوراني برضو مفتوح لتحت اهو. طيب الموضوع كان بيكون باختصار الشكل ده كده، ان احنا عايزين نصعبه، عايزين نوصل للشكل ده كده. ده حلو. الشكل بتاعك بعد قبل ما نعمل له قطاع، يعني هنا معمول له حاجه اسمها نصف قطاع لسه هناخده مع بعض. الشكل كامل اهو، تمام. فهو بقى عايز ايه؟ تعالى اوريك النصف قطاع. هو عامل له نصف قطاع كده جاهز. هو ده الشكل بتاعنا كامل، فاحنا مطالب مننا نرسم الشكل كامل وبعد كده نعمل اللي احنا عايزينه فيه. طيب انت عشان ترسم الشكل ده كامل ركز معايا بقى، هنعمل ايه خطوه خطوه كده مع بعض. اول حاجه انت لو جيت بصيت هتلاقي ان الشكل بتاعك ده، اتفقنا ان انت عندك فرونت وعندك توب وعندك ايه سايد فيو. طيب انت هتختار هنا مسقط ترسم عليه، انا هختار السايد فيو. ده السايد فيو اللي هو رايت بلان ده. انا دلوقتي هرسم على السايد فيو قدامك اهو. انت شايف من السايد فيو ايه من هنا؟ مش انت شايف الحته اللي نازله دي مستقيمه وبعد كده فتحت لبره كده؟ ايوه فاحنا عايزين نرسم الحته دي كده اللي فاتحه لبره دي في السايد فيو. فهنرسمها ازاي؟ مش هو اهي السمك ده كده قال لك من السنتر لحد هنا، قال لك الدايره الصغيره دي قطرها كونج 48 28. ايوه ف 28 نصها كام؟ 14. نص يبقى من 14. هنا لحد هنا 14. ماشي يا عم، يبقى انا اقوم سكتش. انا عايز من السنتر لاين بتاعك، لو انت عامل سنتر لاين كده بالشكل ده كده، وانا عامل سنتر لاين كده نص الرسمه، هتحرك من فوق من هنا كده 14 جوه عشان ابدا ارسم الشكل بتاعك ده. انت عندك الحته دي كام؟ مش الحته ديت الحته ديت لو انا طرحت الدايره 45. كبيره هتديك الحته دي. ايوه هطرح ال 45 من 28 هتديك كام؟ 18. 18 اقسمهم على الاثنين لان انت عندك ال 18 هنا وهناك، فتقسمهم ايوه هتديك كام؟ قصدي 17. 17 على الاثنين هتديك 8 ونص. يبقى انا اعمل السمك 8 ونص اهو، تمام، وهتديك الحته دي كده. طيب مش انت عامل الحته دي 8 ونص؟ ايوه انت عامل ايه؟ مش انت نازل الحته دي، هي الحته دي ارتفاعها كام؟ 20 اهي. 20. حلو. انا جاي نازل ارتفاع 20 اهو، واجي من الجهه الثانيه انزل 20. ماشي. وبعد ماشي. كده مش الشكل بدأ يميل لبره، فانا هميله يا عم اهو. هميله قد ايه انا مش عارف، فعشان انا ما اعرفش الحدود بتاعتك. اخليه اخر شيء. مش انت النهايه عندك من تحت كانت عباره عن دايره صغيره ودايره كبيره برضه في سمك ما بينهم؟ طب ايوه الدايره الصغيره كانت كام؟ قال لك فاي قال لك فاي 48. تمام، فاي 48. تمام. يبقى فاي 48 نصها كام؟ نص 22 ونص. 24. يبقى انا المفروض هنزل من فوق من اهو كده، وأنزل فوق خالص لحد اول الدايره بتاعتك من هنا. قال لك من تحت خالص مسافه 90. المسافه 90 عايز اطرح منها القاعده اللي هي ال 10 دي، يبقى من فوق لحد هنا كام؟ 80. 80. يبقى انا هنزل 80 واروح جاي طالع لبره النصف قطر بتاع الدايره اللي هو 24، واقوم جاي موصل بدي كده. امسح بقى انت، امسح بقى الحته اللي انت طلعتها دي. شوف احنا عملنا ايه؟ احنا نزلنا تحت، ايوه تمام، مسافه من فوق لحد تحت قطرها 80. بعد كده اتحركنا لنصف قطر الدايره الجوانيه الصغيره اللي هي كان قطرها كون 80. فاحنا اتحركنا جوه هنا كام؟ وصلنا 4 و 48 24. بعد كده عندك الدايره هنا شويه اللي هي هنا دي كده، قال لك مسافه قال لك قطرها كونغو، اللهم صل على حبيبك النبي، قال لك قطرها كونغو 75. 75 نصها 37 ونص. يبقى المفروض ان انت 37 ونص، يبقى انا من السنتر من هنا هخش 37 ونص كده. حلو.
30 ونص كده. تمام. يبقى تمام. عرفتوا ان الحته اللي انا هتحرك الزياده هي من اول هنا لحد هنا بس. حددها تاني او تقص انت او تقص بس الحته اللي بره دي عشان ملهاش لازمه، وتروح جاي طالع ايه موصلهم ببعض كده. كون ان انت لاحظت دلوقتي هتلاقي ان انا رسمت ايه؟ رسمت الحته دي كده. طب ما الحته دي بقى انا عايزها دورانيه، الحته دي دورانيه، فانا هعمل لها امر ايه؟ امر اللي هو اسمه ريفولد ده. وامر الريفولد ده بتعمله عشان يدورها، فهتك عليه وراح جاي قايل له ايه؟ صح. شوف هو دورها لك ازاي؟ 360 درجة. دورها لك كدايره. يبقى انا رسمت مسقط ورحت جاي ايه؟ مدورها عشان تديني الشكل بتاعك ده كده. تمام. تمام. انت بتشرب حاجه ولا ايه؟ لا قاعد اسوي شغلي. طيب يعني مش بتشرب بيبسي ولا حاجه؟ لا مالي فيها، ما اشربه. طيب يا عم انا بحسب بتاكل حاجه، كنت هقول لك اعزمنا. تعاهل حياك. حبيبي يا زعيم. بقول لك ايه، بعد ما عملنا ايه. الشكل بتاعنا، مش انت عندك في الارضيه تحت قاعده؟ ايوه. احنا عايزين نرسم القاعده اللي تحت دي. انا اروح جايب الجسم من تحت، على الجسم انا هرسم عليه القاعده. خلاص، واروح جاي مش القاعده ده على شكل مستطيل في الاساس، فاروح جايب المستطيل، عندك امر المستطيل فوق اهو، واروح جاي ايوه انا عايز ارسم المستطيل اللي هو بيترسم من مركز. ايه. بقى على مركز الدايره وعامل ايه؟ مستطيل. بتاع بعد المستطيل اللي عندك تحت كام؟ مستطيل 110. 155 ونص 110 و55. لا هي 110 من اول الجسم لاخر الجسم. ايه صح. يبقى الضلع ده مثلا كام؟ 110. والضلع التاني كام؟ قال لك من اول هنا لحد الاخر هناك اهو، من اول هنا لحد الاخر كام؟ 110. نفس الكلام 110. ادي 110. ماشي. ايوه. واروح جاي قايل له انا هعمل لك ايه لتحت. وانت عندك القاعده دي سمكها كام؟ القاعده دي سمكها 10 اهي. 10 ملي. خلاص يا باشا، انا عامل ايه؟ السمك 10. تمام. يا استاذ السمك من وين اخترته؟ ايه؟ السمك من وين اخترته؟ بص، مش هو قال لك هنا السمك 10 بتاع القاعده اللي نازل لتحت؟ ايوه. فانا المفروض انزل بقى بالمستطيل لتحت. اصل انا رسمت على طرف البتاعه دي، فالمستطيل ايه. تحت 10. بس انا عايز اقول لك حاجه، هو مش المستطيل بتاعك ملفوف بكيرفات من الخارج كده؟ ايوه. انا عايز اخليه كيرف برضه، بحيث ان انا ايه، ما اقعدش اضيع وقت وبعد ما اعمل له اكسترود اقوم جاي مدوره من على الجناب كده. فانا اقوم جاي عامل الكيرفات. شفت الامر الفلات اللي هو فوق هنا ده اللي انا كنت قلت لك عليه، اللي هو ايه هذا كميه عارف. الدرع، اقوم جاي وينه متك هذا؟ عليه ومتك على الزاويه كده. ايه سهل. كده قد ايه؟ هو بيقول لك ان الكيرف ده هوت 20. عرفت منين؟ لان من السنتر لحد هنا كام؟ 20. 20 حلو. يبقى ادي 20. واقوم جاي عامل الزاويه دي والزاويه دي والزاويه دي، عاملهم كلهم كام؟ 20 اهو وصل. 20. فكده انا دورت المستطيل، وبعد كده اقوم جاي اعمل له اكسترود لتحت، يعني انا اعمل له امتداد لتحت بس 10. جاي 10 دي. طب التمدد ده بتعمله منين؟ بتعمله من اكسترود ايه عليه تمام. وتمده لتحت. امتد كام؟ وكده احنا عملنا القاعده اهو يا زعيم. حلو. بعد ما عملت القاعده، مش هو عامل لك ثقوب من تحت؟ ايوه. برضه احنا كنا ممكن نعمل شفت مش هو عامل لك ثقب هنا وثقب هنا، ايوه. وبيقول لك 4 ثقوب، مكتوب اهو 4 ثقوب وفي 13. يعني معناه 4 ثقوب ده يعني في واحد هنا وواحد هنا وفي واحد جنبتك هنا وواحد الجهه الثانيه من الدايره. وما دام الجسم متماسك تعرف ان موجود هنا زي موجود هنا زي موجود هنا، فالاربع اركن زي بعض. فبالتالي المفروض اعمل 4 ثقوب تحت كده في الكون في الزوايا من هنا. انت عارف الثقوب دي لازمتها ايه؟ شنو؟ الثقوب دي عشان تثبت الشغل بتاعك دي في الارض، بمسامير. ايه صح. تمام. فتثبت القاعده برضه. فاحنا كنا ممكن اصلا برضه لما بنعمل اكسترود كنا ممكن عملنا الثقوب دي ازاي؟ تعال. من السكتش مش احنا كنا ممكن على نفس البتاع دي سكتش احط دوائر.
جايين عاملين الثقوب بتاعتنا اهي زي ما انت قلت كده بندور عليك عاش. هتروح على هو محدد لك اصلا السنتر اهو. قام جاي عامل ثقب كام؟ 13. وبعد كده راح جاي هنا كده اهو محدد لك العلامه اهي عامل ثقب كام؟ 13. راح جاي محدد لك عامل ثقب كام؟ 13. ثقب هنا ايه؟ 13. طيب في حاجه كمان، هو انت عندك مش هي متفرغه من تحت قد الدايره الخارجيه الكبيره كده؟ ايوه مش هي متفرغه من تحت من هنا كده؟ صحيح. فانا المفروض بقى اكمل التفريغه بتاعتك كده، بمعنى انا جاي اعمل سكتش دايره تحت كده، تقوم انا عايزها برضه فاضيه من جوه كده هوا، واروح جاي عامل له ايه اكسترود لتحت. اكسترود كام بقى؟ 10. عرفت ال 10 انا جبتها منين؟ من هي دي كده. شفت انا عملت ايه يا معلم؟ ايوه انا عملتها جاهزه على طول اهي. تمام. ماشي، انت فهمت كده ظبطت ازاي من تحت بسرعه؟ ايه لا دحين واضح. طيب بعد ما خلصت ده الشكل بتاعك. الشكل بتاعك ده مكون من ايه دلوقتي؟ مكون من قاعده تحت بيزكسات ده الاساس بتاعك، ومكون من شكل اسطواني بس نازل على واسع مفرشح من الاخر. تمام؟ طيب انا لقيت شكل واقف هنا كده، ولقيت تحت قاعده، فانا عشان اخلوهم يمسكوا في بعض بقوه محتاج اركب لهم حاجه اسمها ويب عصب. فالعصب ده عشان تركبه، تمام، ايوه بتركبهم في النص من هنا كده، والنص من هنا، والنص من هنا، والنص من هنا، عامل شبه عواميد كده مساعده بتثبت الجسم بتاعك اللي هو العصب حلو. ده. انت معايا؟ ايه معاك. اللي هو من الاخر يعني بمعنى اصح بالتوضيح اهو، اللي هو العصب ده كده، اللي هو العصب ده كده، العمود ده والعمود ده والعمود ده والعمود ده. ركب العواميد بتاعتك دي بحيث ايوه ان هو ايه يخلي الجسم قوي. تمام. طيب احنا هنروح نعمل العواميد دي. تعال انا جاي يلا بينا. عشان تعمله بقى انت بتعمل ايه؟ وش. انا عايز ارسم العمود في النص، فانا محتاج برسم من على مسقط واحد. انا هروح جاي قايل له انا مثلا محتاج ان انا اجيب مثلا ايه، طب تابع معايا الخطوات ديت وبعد كده اقول لك انا عملت كده. اول حاجه هجيب حاجه اسمها بنام مستوى، والمستوى ده هتتكه مستوى من هنا، هتقوم انا عايز المستوى بتاعك بين الوجه ده وبين الوجه ده، فهيعمل لك مستوى في النص اهو، فتتكه صح هتلاقيه زي ما انت ملاحظ هيعمل لك ايه مستوى في النص اهو. ايه الجسم حط لك حاجه، انت فاهم؟ ايه صحيح. تمام. فالحاجه دي انا جاي عملتها عشان محتاج ارسم عليها. فهو الحاجه اللي انا عملتها اسمها بنان واحد اهي، بنان واحد على الشمال اهي. حتى لو انت عايز تعدل اسمها بتعرف، عايز تعمل اي حاجه بتعمل، تقدر تعمل اللي انت عايزه منها. فانا إيه. ايه ايوه انا عايز البنان واحد ده اهو ارسم عليه، تقوم سكتش. فانت كده بترسم عن بنان واحد اللي هو في نص الجسم. مش انت عندك الويب بتاعك ده اهو متوصل من هنا لحد هنا؟ ايوه فانا هروح جاي موصلهم ببعض كده، واروح جاي قايل له ايه، مش ده احنا عارفين ان هو عصب ويب، فاحنا بنقول عليه رب، رب يعني عصب برضه. ايه رب فوق اهوت، وتروح جاي قايل له انا عايز عصب من الداخل. طب العصب ده سمكه كام؟ العصب ده قال لك على الرسمه اهو بيقول لك سيكنس 13، يعني سمك العصب 13، وبيقول لك نمبر اوف 4، يعني بيقول لك العدد بتاع العصب ده اهو 4. يعني معنى ان هو بيقول لك 4 يبقى في واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد ايه هنا. تمام. فانا عامل ايه كده، فاروح انا جاي ايه عامل له عصب، اقول له انا عايز عصب يخش للداخل مش للخارج اهو، تقوم السمك بتاعه فوق على الشمال 13، وتروح جاي قايل له صح، فاعمل لك العصب اهو. حلو. تمام. تمام. طيب بعد ما عملناه محتاج انك تعمل واحد الجهه الثانيه، فتعالى نعمل واحد الجهه الثانيه عشان يثبت في دماغك. قلت لك بتعمل ايه؟ بتجيب سكتش على البلان اللي انت عملته في النص، وتروح جاي ايوه قايل له سكتش، وتروح جاي راسم خط يمسك منين؟ يمسك من الاول ده كده لحد. ايه لا المركزية. تمام. تمام. وتروح جاي قايل له رب، رب فوق عندك اهوت، بتجيبه من فايتر ديت، وتروح جاي قايل له رب اهو، وتقوم كام 13، وتقوم للداخل السهم للداخل، وتقوم صاع عامل لك رب هنا كمان. تمام. وكده احنا عملنا 2 رب، بس احنا عايزين نعمل كام؟ عايزين وش. نعمل 4، واحد هنا واحد هنا في النص.
فعشان انا اعمل واحد في النص محتاج ان انا اعمل ايه بلان تاني زي ده كده بس في النص العكس بقى. تمام. فانا ايوه كده اهو هخفيه، هعمل له اخفاء منين تتك عليه وتتك على علامه هايدنج عندك، فخفاك البلان اللي انت عملته بس هو موجود. حلو. اعمل بلان تاني انا عايزه في النص بين الوجه ده وبين الوجه ده، فهقول له ايه عايز اعمل بلان وتقول له بين الوجه ده اهو وبين الوجه ده. تمام. ايوه وتروح جاي قايل له مش ده البلان اللي انت عملته الصغنن اهو، هكبره عشان تشوفه انت اهو. ايه تمام. بعد ما كبرته هتقول له انت البلان ده عامله في نص الجسم اهو، بص في نص الجسم اهو. حلو. عايز ارسم عليه، فتروح جاي متك عليه كليك يمين وتتك سكتش، وتقوم جاي راسم عليه ايه الويب بتاعك اهو. رسمته وصلته من هنا لهنا. بعد ايوه هروح جاي عامل له ريب فوق اهي، ريب، وقوم جاي له للداخل، وقوم جاي قايل له ايه للداخل، وقوم جاي عامل له ايه علامه صح، فعملت الريب التاني. انت كده فهمت العصب انا بعمله ازاي. ايوه. طيب تقدر تقول له العصب الرابع ازاي نعمله؟ ادخل على البلان، تمام اهو. ارسم الخط من فوق الى القاعدة. تمام عاش عليك بطل رياض. يا حبيبي انت. تدخل على وين؟ ادخل على الفيوتشر وهذه هي الاولى. اي هنا. ايوه ايش اسمها؟ رب. ادخل على الرب. عاش عاش جدا. يا حبيبي تعزيز الشاي 12 دقيقة. ايوه. على اللي في النص خلاص. صح. اللي يكون ت- داخلي. تمام تمام عاش عليك كده احنا عملنا الريب الايه الرابع. وبكده حلو. احنا رسمنا الجسم بتاعنا زي ما انت فاهم اهو. احنا كده رسمنا الجسم عباره عن قاعده في الارض، عباره عن شكل اسطواني في النص ونازل مفتوح على تحت. تمام عملناه بكل بساطه. بعد كده حطينا الاربعه ريب بتاعنا. احنا عملنا الشكل بتاعنا فرغ من تحت اهو، وزي ما قلت لك الاربع ثقوب دول عشان نتركب في الارض. وبكده احنا رسمنا الشكل بتاعنا. في اي بس تعقيب او اي حاجه انت عايز تفهمها؟ بس كذا. بس كده يا عم الموضوع بسيط يا زميلي. يا حبيبي هذه اسهل من رسم المساقط كثير. عايز تطلعه مساقط؟ لا لا لا، اقول لك هذه اسهل من رسم المساقط. ايوه يا ابني انت عارف بقى احنا لو عايزين نطلع الشكل ده مساقط بنطلعه ازاي بقى يا نجم؟ هقول لك احنا بنسيف الشكل بتاعنا. عشان تسيفه برضه بتتكه هنا، بتتكه على علامه البيت ده اهي. ايوه تمام. ولا ثواني، هو المفروض ان انا سيفته، يعني المفروض ان انا سيفته او ممكن تسيفه من هنا من فوق من هنا كده. بص تتك على سيف اس ده اهي. ايوه. ومثلا انا عايز اسيفه على الديسكتوب، وهتقول له هو ده الاتش كام؟ اتش دبليو كام؟ فاهم. اتش دبليو 4. ما سمعت. اتش دبليو كام واجب كام؟ الواجب الرابع اتوقع. تمام انا سميتها لك اتش دبليو 4 اهي. ايه. كده سيفتها على الشاشه. بعد ما بتسيفها بتروح تقول له انا عايزك تعمل لي اللهم صل على حبيبك النبي، تفتحها لي، بتتك على الامر ده اهو وتقوم له افتحها لي على اللوحه. شوف اللي هيحصل حلو. دلوقتي. انت بترسم على لوحه كام؟ اي 3. اهي يا عم اسري. بعد كده بعد ما فتحتوها راح سوري هتجيبها من على اليمين، بص كده بص على اليمين. تروح جاي جايبها من على اليمين يا باشا، وتروح جاي ايه تقول له انا عايز ارسم، حط لي الفرونت اهو. ايه. جاي يحط لك التوب اهو. يا سلام. ويا باشا انت كده رسمت الثلاث مساقط بتوعك، روح سلمها للدكتور. حلو. يعني يعني دحين لو مثلا لو تيجي رسمه في الاختبار يقول لك ارسم لي مساقط، ورحت سويتها 3 دي وسويت نفس الطريقه دي، يعني خلاص اكون رسمت مساقط. رسمت المساقط. عارف لو عايز تعمل قطاعات بتعمل قطاعات عادي بكل بساطه. بتروح تقول له مش انت عايز تعمل قطاع من هنا، ايوه. احط لك القطاع، اجيب القطاع مثلا بعد كده لما تاخد السكشن تروح جاي مش عايز القطاع في النص، اعمل لك القطاع في النص. وتروح قايل له مش انت عايز القطاع فوق، عايز تقول له ان ده عصب، بيقول لك بقى حدد لي العصب اللي عندك في الجسم عشان العصب ما بيتقشرش يعني. ايه. تقول له عصب وتروح جاي كاتب له اوكي. تروح جاي يا عم ادي المسقط بعد انقطاع. يا سلام. حاجه في الفرن يا صاحبي، عيب عليك انت مع هندساوي. والله اشياء مره سهله بس يبغى لها. خلاص مع الاستمراريه بقى وهتلاقي الدنيا بقت كويسه يعني. مره خلاص ما عليك. بس انا شاهي حقي انحرق. ايش؟ الشاهي اول مره اشوف شاهي ينحرق. اول مره تشوف ايه؟
شاهي ينحرق. شعرك اتحرق؟ شاهي. شاي اتحرق؟ ايه انت كنت بتعمل شاي ولا قهوه ولا بتعمل ايه؟ ايه كنت اسوي شاي ما ادري طلعت ريحة حرق. البيت اتحرق يعني ولا مفيش حاجه اتحرقت ولا هو اتشاط ولا ايه؟ لا الشاهي اتشلوط. يلا مش مهم، قدر الله مشيها شعر. اه، ادفع. انت عارف ان هو الشاي باظ منك؟ ها. الشاي باظ عشان ما عزمتنيش يا معلم وعملت شاي لوحدك. أوه، مرة ما سويت ثقيل كمان يعجبكم انتم. يا باشا لما جاك السعوديه بقى بعزمني. خلاص مرة ما عليك، انت تعال بس وتبشر بالخير. حبيبي يا زعيم، باجي اتغدى معاك بقى يا معلم. مرة ما عليك، انت بس تعال وابشر بي. حبيبي يا زعيم. المهم انت فهمت الرسمه؟ ايه تمام. طب انا هبعتك، هرفعك الفيديو على اليوتيوب وابعته لك، وهبعت لك الرسمه بتاعتك، وان شاء الله نتفق مع بعض على الجدول يوم الثلاث، ونلتزم نشد بقى جامد، نشد بقى جامد عشان نحل كويس في الماده دي. مرة خلاص ما عليك ان شاء الله. ماشي يا باشمهندس، انت عايز انت؟ سلامتك ورضاك يا حبيبي. مع السلامه. يلا سلام.